السلام عليكم حبايب القلب، شلونكم؟ شخباركم؟ رجعنا وياكم بفيديو جديد بالصلاة على محمد وآل محمد. قبل لا نبدأ الفيديو خلوا لايك واشتراك، نتمنى لكم مشاهدة ممتعة. الله بالخير حبايب القلب، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير. جيت للدجاجات هسه. طبعا كنت بمكان واشتريت من عنده فروجات، فبس شوفوهم وانطونا رأيكم. والآن مع المفاجأة الكبرى. شي فضحتونا. هاي يا ولد شوفوهن، هاي وحدة ما شاء الله وذنيجه، بس الجو حار وكان الكرتون شوية تعبانات. هذا ديج ورد الباقلة، وذني دجاجات كلهن دجاجات، ذني فروجات كلش حلوات ما شاء الله. هاي شوفوها رمادية، هاي السودة، سود اثنين، بس انا شاك بيه هذا الاسود ديج. على العموم ان شاء الله يطلع دجاجة او عادي حتى لو يطلع ديج، بس هذا كلش حلو ما شاء الله الديج يا ولد. شوفوا شكله هاي ونصبته، جو حار يا ولد هنا كلش حار والله. شوفوا ما شاء الله. هاي اللي يشوفها يقول هاي بيضة بس وسخة، بس هي لا، لونها رمادي، رمادي وسخ. هاي ما شاء الله. طبعا كان المكان محصور كلش وصبه والله، يعني متأذيات. كان المزرعة بس هاي صار لهم تقريبا كم يوم يقول جبناهن هنا بالبيت مالهم. تعبانات. هذا اللي تشوفوه ما شاء الله لونه كلش حلو، وذن نفس الحالة بس انه شوية تعبانات. خلنا احركهن لكم شوفوهن. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله. هاي الوسخة تقريبا العدد كلهن هواي والله، فوق 60 هيك. من ضمنها اكو دجاجات كبار تقريبا بيهن 6 هيك، بس الدجاجات غاليات راتهن، فجبنا فروجات. ذني اعمارهن قال 3 اشهر. اي تتبع هاي شلون فاركات حلق. هي جو حار والله كلش حار، شرجي وبوخة لعبان نفس. تعرفون جو البصرة شني مشكلة. شوفوا هاي كلش حلوة ما شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. مساكم الله بالخير حبايب القلب. اجيت هسه طبعا تدرون جبنا ذن الفروجات، ذبيناهن هنا خليناهن الماي ورحنا، وهسه جيت جبت 8 ذن الكبار انطيتهن. ذن ما نطيهن ليش؟ لان تونا جايبينهن ما نعرف روتينهن شنهن، منا لهم يومين 3 ايام نشوفهن، شوف وضعهن شني، بعدين نبدأ نعطيهن يعني اكل بيت، نعطيهن كل شيء. ولا هو راعيهن قال ما بيهن شيء، يعني ياكلن كل شيء اكل بيت غيره. زين، فهاي الدجاجة هم انطيتها، وهاي فتحتها صدق، هاي فتحتها. الشينكوت كانت هنا شلتها وخليتها مفتوحة على مود الشمس، الهواء على مود يتداور، لان تعرفون انتم بس هاي المسافة يعني كانت. فهسه فتحت هاي وياها على مود الهواء يداور. وهسه المحمية جوها صار كلش حلو، يعني لو تشوفونها كلش حلو، لان فتحت الفوق هاي فالهواء جاي يتداور. وبالاضافة الى انه هذا الباب راح يبقى مفتوح. زين، ما ادري هاي الدجاجة آفة البيض يمكن خربان يا ولد. هسه انا هاي الدجاجة فحص البيض قبل يومين، قبل يومين تقريبا هيك، بس ماكو شد، فبالليل احتمال هم ارجع افحصهن، واذا ماكو حتى نشيلها ونذبها. وإذا الدجاجات ذني راح ينحبسن،
لان هذا الديك يطق بالشبك على ذني، فمن هناك ما يقدر لان هذا مال الاكل، الا من هناك ومن هناك ذيك شو اسمه هاي مال الشبك يعني الحديد، فما يقدر. على العموم بخصوص هاي الدجاجة، هاي الدجاجة شوفوا هذيك، هاي الدجاجة تدرون انتم هذا الريش شوفوا جاي يضحك بيه، الريش جاي يطيح، فما ادري رحت صورتها طبعا ورحت له هذا البيطار، فقال لي جواها تراب، قلت له جواها تراب، قلت له قلوا لنا نقص فيتامين وهاي، قال لا مو نقص فيتامين، قال هاي سببها الديك. زين قلت له علاج ما ادري شنو، قال ما يحتاج هو يطلع بوحده، بس قال لازم شويه تفردها من الديك. قلت له ما افردها على اليمه، قلت له خليها وياه. قال الجو حار هو حتى لو تبيض انت ما راح تستفاد من عندها، فقلت له صحيح. فانا شو راح اسوي؟ احتمال راح افردها، قلت لكم انا يمكن بالفيديو الفات ما ادري ما قلت لكم اريد افردها، بس من رحت للبيطار وقال لي افردها يعني اصريت على هذا الموضوع. احتمال راح افردها من الديك فتره فد 15 يوم هيك على ما تستعيد الريش مالها. قالوا اذا ما طلع الريش تجيني انطيك شو اسمه فيتامين ويطلع ان شاء الله. بس قال هو ما دام جواها تراب ما عليها شيء، يعني يطلع الريش مالها لان املاح وش اسمه وفيتامينات بي. قال شنو الاكل التنطي؟ قلت له الاكل مرات اكل بيت، قلت له مرات مشبوش، يعني قال عادي ما عليه شيء. فانتم شو تقولون؟ طبعا هي شوفوا هذا ما ميت الريش مالها، الريش ما ميت بسبب الديك جاي شنو السالفه؟ قبل حطيتيها ما ادري شنو دوده ما شنو ما ادري صرصره، المهم من ورا الديك مو جاي يكفش بيها فجاي يطيح الريش مالها. هسه ذا النهايه وهاي الجديده ذن ما بيهن شيء لحد الان ماكو شيء. هاي بالله جديده توها، بس هاي قديمه وياه هم ما بيها شيء، بس هاي زين. وبالمناسبه خلنا اقول لكم شغله، اعتقد الديك مالنا قام ما يلقح بسبب الجو حار وهو هم كبر يعني والله. باع النيبان مالته شوفوهن كناب ما شاء الله كبير كلش كبير، فاحتمال يعني راح نبدله لين قام ما يلقح اشك بيه ما يلقح، لان ما معقوله يعني البيض 11 بيضه جوا هاي من عنده وما طلعن، وهسه ذن هنا بيضات جوا هاي الدجاجه وهم ملقحات يعني ما شادات وماكو شيء، ما معقوله. حتى اذا ما شد يصير بها انفجار دموي صح لو لا من الحر، بس اعتقد ما ملقحات وبعد ما ادري. على العموم احنا هسه نشوفه، واذا ماكو يا وليد وش عنده اقتراح والله، بس ما ادري ترضون بي ما ترضون. حتى ذيك كبيره ترى بالمناسبه، ذيك كلش كبيره، قلت اسوي تشريب هو وذيك الدجاجه الورد الباقله. شو تقولون؟ ما شاء الله شوفوا ذن جمالهن روعه. طبعا اكتبوا لنا بالتعليقات اعطونا رايكم بهن، اكتبوا لنا بالتعليقات شنو رايكم بهن. ما شاء الله اللهم صل على محمد وآل محمد، كلش حلوات. بس اعتقد يا ولد ان انا جبت هنا هذا ذاك الديك ذاك شوفوا ذاك القاف وراهن، بس طلع عندي ديك هذا الاسود. قلت لهم ديك قالوا لي لا دجاجه، وحتى الولد اللي راح وياي هم قال لي دجاجه، بعد انا ما اصريت على رايي. المهم فطلع ديك زين، لان توهني تعاركن طلع ديك للاسف، واحتمال يطلع بعدين يطلع ديك. طبعا يا ولد هاي يمكن كويتيه، هاي اعتقد كويتيه لان شوفوا نصبتها وشوفوا شكلها. والله هو قال بيهن كويتيات بس قال ما اعرفهن منو، لان قال كلهن شابشهن سويه. فعلى العموم ان شاء الله نستفاد بيهن. انا ليش هسه راح تقولون ليش جبت فروجات، ليش ما جبت دجاجات كبار وليش شباب دجاجات كبار ما راح نستفاد من عندهن شيء حاليا. ليش؟ لان هسه الجو حار، حتى اذا تريد تبيض تريد هاي مو مال هاي لقيتكم عليها كويتيه يا ولد، اي فمو مال تجيب لك
دجاجات كبار حتى لو بيضا ما راح تستفاد منها جو حار. فانا قلت اجيب ذني يبقى هنا من نال الموسم يكبرن. بعد من نال الموسم تقريبا احنا هسه بشهر السادس تقريبا بعد 3 اشهر 4 اشهر يكبرن ويكبرن. شوف هاي بعد لها شهرين هيك شهرين اقل تجهز. شوفوها ما شاء الله. لان هن كلهن تقريبا كلهن بعدهن شهرين 3 يجهزن. بس شوفوا هاي نصبتها ما شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. كلش حلوة. هاي الثانية نفس الحالة. هن كلهن حلوات يا ولد ما شاء الله. مساكم الله بالخير حبايب القلب. اجيت هسه على مود اشوف ذني الفروجات مالتنا لان الجو حار وتعرفون بعدهن صغار يعني مو مال حر وش اسمه قلت خاف ما يتحملن الحرور لو فد شي. فهسه ما شاء الله يعني ما بيهن شي. او ذني فوق هنا العدد كله 8 هن 8 دجاجات 8 فروجات العفو. اي ما شاء الله. هذا الديج كلش حلو ما شاء الله. وعندنا وين الديج الثاني اسود هذا القبال شوفوا ما شاء الله. ديج مرتب وحلو كلش حلو. يعني المحمية شوية يعني جوها زين بس هو الدجاج حتى لو جو زين هم يلهث. شلون؟ لأن شرجي يا ولد شرجي والدجاج ما يتحمل. هسه شوفوا ذني شلون فاكات حلوكن بس ما ادري بعد اخليهن محبوسات اطلعهن. هذا الديكي يقتلب ذني يعني من ورا الشبك طفر عليهن. احنا شلناها هاي قلت لكم عليه هاي تشينكول هنا. فهسه شويه جو المحميه يعني تغير. كنت منجي هنا يعني بهذا المكان هنا او هنا يعني بهذا المكان منا يعني شويه احس اكو حراره قويه. بس هسه لا هسه شويه الجو مال المحميه اختلف لان رفعنا هاي تشينكو من هنا. فهسه الهواء جاي يداور بالاضافه الى انه الباب مفتوح فما عليه شيء زين. هاي الخانه كبيره فخليتن بيها بس خافوا بالعرس يجيهن ونروح لا بينا ولا فروجاتنا حرامات. بالنسبه لهاي الدجاجه يا ولد انا قلت لكم بالليل افحص البيضات فحصتهن كلهن ما شادات ما ملقحات اصلا. انا قلت لكم العصر الديك مالنا قام ما يلقح بسبب الحراره. فهاي الدجاجه بيضه واحده شاده وهاي البيضه يعني تخزين قديم كلش قديم هاي صار لها شاده. وخليت وحده وياها ثانيه على مود لا تنفر من عندها وتقوم لان بيضه وحده وهاي. فما ادري بعد تطلع ما تطلع على هذا الحر ما ادري والله. شوفوها بس شوفوها شلون فاكه عليك. ما جو حار يا ولد والله. شوفوها شلون فكت حركها حارة. ما ادري بعد طلعت ما طلعت نشيل البيضات من جواها ونذبها ويذني خليها ترجع تبيض. بس يا ولد انا هسه ما استفاد شي من عندها صراحة يعني بيضا وما بيضا لان جو حار مو مال يعني تكريك. فهذا الديش قلت لكم انا يمكن راح شو اسمه نبدله. شوفوا الديش غيره لان كبر كلش كبير ترى مو شوفونه يعني عندي صار له سنة تمام. عند راعية 3 سنوات يعني عمره 4 سنوات عندنا وجايبينه يعني هواي تقريبا بال5 سنوات هيك عمره كبير. فمو مال يبقى. الشباب نشوف لنا ديك لو شمسي لو شوكي لو شوف لو عليه من نبدله ونشوف لنا ديك. وهاي من هذا الموسم ان شاء الله ذني كبرن ديوشتنا الثنين وهذني الفروجات كبرن ان شاء الله بعد هواي. فان شاء الله يبقى عادي خلوه شو وقت ما هاي عود. شوف اللي هو والله حلو خوش ديك بس كبير يعني قام ما يقدر يلقح ما ادري بسبب الجو حار ما ادري والله. المهم
هسه احنا ذني منتظرينهن ان شاء الله، ونشوفهن ان شاء الله نستفاد من عندهن ما شاء الله. طبعا قبل كم يوم رحت على فروجات بقيتهن عند ولد قريب هنا، بس راتهن بسعر مبالغ بيه يعني، والله مبالغ بيه كلش، فما اشتريتهن، وذني حصلتهن ناشرينهن واشتريتهن. والله ما شاء الله. طبعا عنده بعد هواي من عندهن واشكال كلش حلوة يعني، بعد اقوى من ذن اكو، بس كل من وسعره زين. وانا هم يعني فلوسي اللي قدرت اشتري بيهن ذني، بس ذن هم حلوات يعني ما قاصرات. على العموم حبايب القلب، ما اريد نطول عليكم الفيديو اللي هنا، ونقولكم وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسون اللايك والاشتراك حبايب القلب.